السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال على احسن ناس. في عالم المطبخ في اكلات بتعدي كده، وفيها اكلات تيجي لازم تفرض نفسها كنجم اكشن، تقف عندها وتشوف القرمشة وتشوف الصلص الغريبة اللي بتتعامل معاها. النهاردة هنعمل لكم اكلة من الاكلات دي. هنعمل اجنحة دواجن او تشيكن وينجز. تشيكن وينجز وهي كريسبي وحاره مع عسل ابيض. الصوص بتاعها هنشوفه بيتعمل ازاي. بس الاول في صوص التتبيل. صوص التتبيل احنا عشان الشغل بتاعنا عملنا صوص التتبيل وتتبيلنا الفراخ بتاعتنا من اكتر من 4-5 ساعات. لكن هنعمل اللي قدامكم دلوقتي صوص التتبيل كنموذج، نفس اللي عملناه وتبلنا منه الفراخ. نبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اللبن، الزبادي. ناخد علبة كده، معلقتين صغيرين، نبتدي نحط عليهم ملح، فلفل اسود، توم بودرة، بابريكا، كركم، بهار مشكل، ولو بهار فراخ مفيش مشاكل يبقى احسن، معلقة كاتشب، معلقة صلصة كريمة معلبة. بعد ما حطينا الطماطم المعلبة يستحسن طبعا يبقى معانا صويا صوص حلو قوي كده. معانا كمان زيت طعام عادي، زيت زيتون، وده هيعمل شغل جامد قوي في الطعم بتاعنا. نخلط ده كله مع بعضه كده. اي حد له رغبه في توابل معينه او بيستحسن توابل معينه ممكن يضيفها، والامر ده عادي. كده هنحتاج شويه زيت تاني، زودنا شويه زيت تاني. بعد ما عملنا شويه الصوص دول كنموذج للي تبلنا بيه التشيكن وينجز، وزي ما شفتوا حضراتكم دلوقتي بقى دي الفراخ بعد ما قعدت في التتبيله. بالنسبه لي انا قعدت من 4-5 ساعات، لكن طبعا هو ممكن كفايه ساعه او ساعتين، وطبعا لو بايته من امبارح يبقى احسن كتير. دي التشيكن وينجز بتاعتنا متبله بالتتبيله اللي معانا دي، اللي عملنا النموذج بتاعها قدام حضراتكم. كده بقى نشيل دي دلوقتي عشان نبتدي نجهز الصينيه اللي هتدخل الفرن. عندنا اختيارين في التسويه. الاختيار الاولاني واللي احنا مش هنعمله ان احنا ممكن قوي دلوقتي ندخلها فراير وتطلع مقرمشه، او ندخلها الاير فراير وبرضه هتطلع مقرمشه. احنا هنستخدم الخيار بتاعنا دلوقتي اللي احنا هندخلها في صينيه في الفرن. جهزنا الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، حطينا فيها ورق زبده. ممكن نرصها على الشبكه، بس الشبكه بتاعتنا صغيره مش هتاخد كل الكميه، لكن احنا هنرصها على ورقه الزبده مباشره. ورقه الزبده يستحسن قوي نبللها بالزيت لان ده هيسهل علينا شويه. كده تمام قوي. نبتدي بقى نلبس الجلافز بتاعنا عشان نشتغل بايدينا على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. نبتدي نرص. طبعا مهم قوي لما دي تبقى في الفرن ان احنا نصبر عليها عشان تبقى كريسبي وتاخد اللون الاحمر الجميل، ونراعيها في الفرن. لو حسينا انها نشفت وعايزه جزء من الصوص نديها دهنه كده على الوش ونتن نراعيها على طول. الفرن بتاعها بيحتاج تكون حرارته 220. برضو هي ان شاء الله مش هتاخد اكتر من نص ساعه في الفرن.
الفرن بتاعنا احنا مجهزينه على درجة حرارة 220، وطبعا شغال بقاله شوية كويسين. وهنبتدي نحط الصاج بتاعنا في الفرن بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. الفرن طبعا سخن زي الفل كده في النص اهيت، مش هتاخد اكتر من نص ساعة. طبعا التشيكن وينجز بيحتاج صوص كده بيخلي التشيكن وينجز بعد ما تطلع من الفرن وهي كريسبي كده ترش عليها، يديها لمعة خطيرة جدا وينقل الطعم او التيست بتاعها في منطقة تانية خالص. الصوص ده سيمبل قوي، معلقتين زبدة كده صغيرين على نار هادية قوي بنسيحهم، بنبتدي نضيف عليهم معلقة عسل أبيض كبيرة، لو في هوت صوص يبقى هوت صوص، لكن احنا عشان ما فيش هوت صوص النهارده هنحط معلقة شطة حمراء، رشة صغيرة فلفل اسود، رشة او معلقة باربيكيو صوص، ونقلبهم كده مع بعض. معلقة كاتشب كمان، ونقلب ده على النار لغاية ما يتقل شوية ويتجانس مع بعضه. طبعا كل ده على نار هادية، وده اللي هنقلب فيه التشيكن وينجز عشان ياخد لمعة حلوة بعد ما يطلع من الفرن. نقلب كده دقيقة ولا حاجة عشان يتقل معانا شوية، ونركنه على جنب لما نطلع بيه التشيكن وينجز من الفرن. كده حلو قوي. نركن ده بقى كده على جنب لغاية ما نطلع بالتشيكن وينجز من الفرن ونلفها فيه عشان تبقى له لمعة جامدة قوي وطعم خطير جدا ان شاء الله. وطبعا بما ان حضراتكم احلى ناس ولازم نعمل لكم احلى حاجة عشان تتقدم مع التشيكن وينجز، هنعمل لكم كمان صوص الرانش. صوص الرانش وانت بتاكل التشيكن وينجز بتغمز في صوص الرانش. صوص الرانش ده بيتكون من ايه؟ ببساطة شديدة جدا 3 معالق مثلا زبادي، معلقتين مايونيز، ممكن توم باودر او توم كريمة توم زي اللي احنا عملناها دلوقتي دي وجهزناها مخصوص، رشة كده او ربع معلقة شطة حمراء، رشة ملح صغيرة، يعني برضو ربع معلقة خل كده، حاجة خفيفة قوي. ولو في شبت مجفف يبقى احسن، لكن بما ان ما عندناش شبت مجفف فاحنا هنضيف شبت اخضر، كده تمام. وعصير نص ليمونة. نقلب كل ده مع بعضه وبقى معانا كده صوص الرانش عشان نغمس فيه للتشيكن وينجز، وبرده نركنه على جنب لان احنا خلاص هنبص على الفرن دلوقتي ونطلع للتشيكن وينجز. التشيكن وينجز واحنا بنطلعها من الفرن ونشوف بعد ما استوت، وطبعا اخدت نص ساعه بالتمام والكمال. وهنبتدي نضيف عليها صوص التلميع الاسطوري اللي احنا عملناه مخصوص اللي هو الصوص ده، وبعد كده نقدمها مع صوص الرانش. نشوف كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله تبارك الله. كده كده تمام اهيت الصوت بتاعها. ونبتدي
ننزلها في صوص التلميع عشان ننطقها فيه كده مرتين ولا حاجة. وطبعا مستوية 10/10. بعد ما شلناها من الصينية اللي كانت في الفرن وحطيناها في صوص التلميع بتاعنا، هنبتدي ننطقها كده. ونقلبها في صوص التلميع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين اللمعة يا حضرات؟ شايفين حضراتكم اللمعة عاملة ايه؟ عاملة ازاي في التشيكن وينجز؟ اللمعة زي الفل. وده الصوص اللي احنا لمعنا بيه. نبتدي نغرفها بقى. وده صوص الرانش اللي احنا جهزناه. وكده بألف هنا. زي ما حضراتكم شايفين، ادي التشيكن وينجز مع صوص الرانش. وان شاء الله يا ريت تجربوها بطريقتنا، ابعتوها لي على في الكومنتات. وما تنسوش طبعا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس والمتابعه عشان يوصلكم مني كل جديد. سلام.